الله أكبر الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا الحمد لله سامع السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى وسامع البث والشكوى. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. أسدى النعم وبثها بثا فكم كشف كربا وكم رفع بثا. أنشأ الجبال الرواسي ثم يعيدها هباء منبثا. ووعد المؤمنين وقد جاءوا إليه بحثا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى من أعطاه ربه من الفضائل وحبا ورباه ربه فهو أحسن من ربى. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله قد أفلح من تزكى وعلى طاعة مولاه توكى وخسر من عن طاعة مولاه تلكى. عباد الله نحن في زمن الفتن والبلايا والمحن والرزايا فلا منجى ولا ملجأ إلا إلى الله ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. فقد رأيتم شحا مطاعا وغوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليكم أنفسكم فزموها بالطاعة وهيئوها ليوم الساعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واقرأوا تاريخ من سلف تعرفوا ما فينا اختلف وتعرفوا البر من الفاجر إن حاد ولف. واسمعوا حديثا شائقا واعرفوا صلاحا فائقا. قوم حملتهم الأشواق إلى مدينة الأشواق فهناك لا هم ولا غم ولا حزن دفين أو مظلة ساق. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. حتاهم الشوق إلى الله فما شعروا بهم ولا بغم ولا غم
ولا هم إلا في عبادته قد نصبوا له وقد طلبوا رضاه. حداهم الشوق للمصطفى فحنوا له كحنين الجذع حين فارق المصطفى. فقلوبهم معلقة بالله لا تحيد ولا تميد. حين ماتت نبيكم صلى الله عليه وسلم الوفاة قالت ابنته فاطمة وكرب أبتاه إلى جبريل ننعاه. قال صلى الله عليه وسلم وهو في شوق إلى الله: لا كرب على أبيك بعد اليوم، بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى. ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة نادى ربه وقال: يا رب إنني كنت منك أخاف وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ثم فاضت روحه بعد أن قال: لا إله إلا الله. ولما حضرت بلالا الوفاة قالت زوجته وحزناه، فكشف الغطاء عن وجهه وهو في سكرات الموت وقال: لا تقولي وحزناه، وقولي وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ولما دنا الأجل من عثمان طار شوقا للأحبة والخلان، فأصبح صائما وقال: أفطر عند النبي وصاحبيه حتى قتلوه وهو يتلو القرآن. قال قتادة رحمه الله تعالى: سمعت خليدا في مسجد الجامع يقول: ألا إن كل حبيب يحب أن يلقى حبيبه، فأحبوا ربكم وسيروا إليه سيرا. ويقول يحيى بن معاذ: لو رأت العقول بعيون الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقا، ولو أدركت القلوب كنها هذه المحبة لخالقها لانخلعت مفاصلها إليه ولهن عليه، ولطارت الأرواح إليه من أبدانها. فسبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأشياء. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد. يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضاد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت العليم بما ابتليت به وأنت علي شاهد. إن الهموم جيوشها قد أصبحت قلبي تطارد، فرج بحولك كربتي يا من له حسن العوائد.
يقول بعض العلماء: العارف بالله أنس بالله فاستوحش من غيره، وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه، وذل لله فأعزه في خلقه. ويقول ابن القيم رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهب إلا بالفرار إلى الله، وفي القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بالله. اللهم اجعلنا بما قسمت لنا راضين، واملأ قلوبنا حبا فيك بك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وصلى الله وسلم على مصباح الدجى ونور الضحى، عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فيا عباد الله، ما أحوجنا للتوبة والأوبة وغسل الخطيئة والحوبة. عباد الله، كم مات لنا من قريب وحبيب، كم مات لنا من قريب وحبيب، كنا نضاحك ونمازحه ونأنس إليه، واليوم أصبح تحت أطباق الثرى يرجو ما عند الله. فأعدوا لتلك الساعة جوابا إلى الله، وقولوا: يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل غم القلب عني والكابة والشحوب؟ أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب، أنت المؤمل والمعين، وأنت يا رب المجيب. من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب، والقبر داج مظلم، هل ينفع العبد النحيب؟ إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن. اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وارفع درجاتنا. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أهل الحق ويذل فيه أهل الباطل. اللهم انصر المؤمنين المجاهدين في الجنوب، ثبت اللهم أقدامهم وسدد رميهم ورأيهم. اللهم الطف في المستضعفين في الشام واجعل لهم فرجا قريبا، وأخرج الحوثيين من اليمن أذلة صاغرين.
اللهم الطف في الفلوجة والعراق وأهلها، أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم. اللهم أخرج الصفويين منها عاجلا غير آجل. اللهم أصلح ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأغثنا اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم صل وسلم على نبيك محمد. الله أكبر الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد